السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايب قلبي؟ اخباركم عاملين ايه؟ يا رب الكل يكون في افضل حال. حلقة جديدة معاكم النهارده، مكملين في سلسلة الفيديوهات القصيرة اللي وعدنا حضراتكم بيها، مكملين في سلسلة الوصول الى الله عز وجل والوصول للدار الآخرة. مكملين في سورة النور. معانا الآيات النهارده من 29. ربنا عز وجل بيقول: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ليس عليكم جناح أن تدخلوا بيوتا غير مسكونة فيها متاع لكم والله يعلم ما تبدون وما تكتمون. قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون. وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن بخمورهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن بخمرهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن أو أبناء بعولتهن أو إخوانهن أو بني إخوانهن أو بني أخواتهن أو نسائهن أو ما ملكت أيمانهن أو التابعين غير أولي الإربة من الرجال أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله والله واسع عليم. صدق الله العظيم. دي كده النهارده ندخل في حلقه النهارده على طول. حلقه النهارده للنساء ان شاء الله عشان تخلي بالها من التبرج. شوف ربنا عز وجل سبحان الله ان هو يعني زينتك. العنوان الحلقه النهارده بعنوان زينتك المفروض تظهر لمين؟ للستات النهارده يعني. ربنا سبحانه وتعالى شوف عدد بالتفصيل كل الناس، يعني شوف كام و اللي عددهم ان هم يشوفوا زينة المرأة. يعني انت زينتك اصلا المفروض ما تطلعش كده تتبرك في الشارع او تظهر لاي حد او تقابل اي حد مش عارف بيها حتى في البيت، لا، لازم لناس معينة وربنا عددهم كذا او كذا او كذا او كذا او كذا او كذا. ليه؟ ده عايز اقول تشديد من ربنا عز وجل على ان في حاجات يعني الزينه دي المفروض ما تظهرش غير ناس معينه. فده تشديد على ان الموضوع مهم جدا، لان هيطلع مشكله التبرج بتاع المراه مش معصيه والعياذ بالله مثلا بتتوقف عليه كفرد، ده بتضر المجتمع. ما هي مشكله فتنه النساء وفتنه المرأة لما بتطلع للشارع بتكون مفسدة للمجتمع بأسره، ما بتكونش بس يعني في واحد بيعمل مثلا معصية والعياذ بالله، نسأل الله أن يتوب علينا جميعا. بيبقى خلاص هو وحده حاجة بينه وبين ربنا، مش هيضر غيره. انما انت لما تكون سبب انك انت تفسد غيرك او انك انت تخلي غيرك ممكن يقع في كبائر او حتى انك انت تكون سبب ان تدخله في ذنوب او كده، يعني موضوع وحش وهيكون حرام عليك في الاول وفي الاخر. فوصية شديدة للستات النهاردة ان هم يتقوا الله في انفسهن ويحافظوا على الجواهر اللي ربنا اودعها فيهم، وما يظهروش زينتهم الا اللي ربنا قال عليهم اللي سردناهم النهارده في الايات. اشوفكم الحلقه الجايه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.